سيبك من الامتحان، بلا امتحان بلا كيان. تعالي نمشي انا وانت الشقة بتاعتنا، هنقضي كده يوم مع بعض وفي الاخر نبقى نمشي. قالت له بابا ما اقدرش، ده بابا جايبني قدام لجنة امتحان، ده ثانوية عامة ما اقدرش. قال لها بس مالكيش دعوة، يبقى البنت يا ناري لما لقيت كده بقى عملت. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وفيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. تقديم أشرف فاروق. أحداث هذه الحلقة جرت بمنطقة الهرم، محافظة الجيزة. بنت اسمها فرح وولد اسمه هاني بالثانوية العامة، مصاحبين بعض زي كل التلامذة والطلاب، لكن الصحوبية وتبادل الأرقام والتلفونات والواتساب والماسنجر وما شابه ذلك خلاهم يتمادوا في الخطأ. لفوا على بعض. يبقى الولد هاني قال لها بقول لك أنا عندي شقة، تعالي كده بعد ما نمتحن كل يوم والتاني نروح الشقة مع بعض ونسهر مع بعض وما يهمكيش. المهم قالت له لا ما اقدرش، ده الامتحانات هتبدأ والكلام ده. كان الكلام ده لسه بدري على الامتحانات شوية. البنت يا نهاري الواد كان بعقلها حلاوة، ثانوية عامة، يعتبر لسه قاصر. لما الولد كل بعقلها حلاوة مشت معاه الشقة، قل منها وجردها من ملابسها وعمل معاها الغلط، وبقى تقول أنا بحافظ عليكي، أنا مش هجيلك من القبل، أنا هجيلك من الدبر، والكلام ده كليته. أنا حافظ عليكي، أنا هخلي غشاء بكارتك زي ما هو، وكلام من هذا القبيل. أنا كل الشغل بتاعي والعمليات بتاعتي هتبقى سطحية، وكأنه بيعمل عملية. البنت اندمجت معاه وانصاعت له لحد يوم الامتحانات. امتحنت مادة وتاني مادة، وكان قال لها بقى، قال لها بقول لك النهاردة سيبك من الامتحان وتعالي لي، هنسهر سهرتنا ونبقى نروح الامتحان. قالت له لا ما ينفعش، ده بيوديني قدام اللجنة ويمشي ويستناني، كان ياكل لقمة ولا كده اوري وشي فوية فاه. قال لها يا بنتي يا عبوطة ما تخافيش، الدار امان وستر واضح. يبقى قالت له لا. قال لها لا خلاص، انا كنت مصورك صور، والصور دي اثناء علاقتنا مع بعض هنشتغل على النت. وجي بعت لها الصور، تالت بقى الصور مزود عليهم، فبركها ومدخل عليها ومطلع منها. البت اتجننت، طب لا عارفة تسيب الامتحان، ده ثانوية عامة، ولا عارفة تقول لأبوها هذا رشدة. إنها قالت لأبوها يا أبويا حصل كذا كذا من هاني صاحب اللي أنت كنت بتشوفه معايا ساعة كنا بناخد درس. أبوها قال لها طب خلص المادة واطلع. خلص المادة وراح على اسم شرطة العرب، قعد مع السادة ضباط المباحث، قال لهم بنتي حصل معها كذا. الضباط قالوا له طيب يا حاج اطلع برا 5، علشان يرفعوا الحرج عن البنت وعن أبوها. هنا إحقاقا للحق وكلمة حق تقال إن ضباط المباحث الشرفاء بيهتموا جدا بموضوع الأعراض، إلا الأعراض، ويسيبوا أي شغل ينحوه جانبا. وقت ما تجي السهرية موضوع أعراض يبقى واقفين ليل ونهار عشان يفكوا هذا الإشكال يعني ويتم إلقاء القبض على المجرم. البنت قالت لهم ده عمل معايا كذا وله فترة ماشي معايا، ولما قلت له كفاية بقى على كده خلي ربنا يسترها، قال لا ده أنا معايا صور ليكي وهفضحك. بعتلي الصور وقال لي هنزل على الجروب بتاع المدرسة والكلام ده كله وعلى العام. فجينا بقى يوم الامتحان، قال لي لازم دلوقتي، انت غالي عليا ولازم سيبك من الامتحان النهارده. قالت له ابويا واقف بره، قال لها ما ينفعش اما الصور. اضطريت اقول لابويا. جابوا اذن نيابه الضباط الافاضل وقبضوا على الواد. يا ده عملت لها كده؟ قال لا ده هي اللي كانت بتجيني بمحضر ارادتها، وهي اللي قالت لي اهم حاجه تحافظ عليا وعلى اغشاء بقارتي، جسمي كله قدامك بس ايه اللي اغشاء البقاره. وهي اللي قالت لي الكلام ده كليته، وانا ما ذنبش حاجه، وكانت بتاجي معايا بمحضر ارادتها. وزود بقى على الكلمة 10، زود على الكلمة 10. طبعا اتحبس احتياط وسال قدام وكيل النيابة، خد 4 أيام استمرار لحين بقى الكشف أو توقيع كشف الطب الشرعي على البنت.
لما يثبتوا الكلام انه فضل شاء بقرتها ولا لا. لان الطب الشرعي النهارده بيعرف كل حاجة. انتوا مصورين ثانوية عامة، يعني لسه ما كملوا 17 سنة ويعملوا كده مع بعض، ومصورين الابتزاز ضحك على البنت يا ناري وقال لها الصور، والبنت بقت تمشي معاها ضغط، واخر الموقر يقول لها سيبك من الامتحان، واللي جابوا الامتحان البنت اضطرت تقول لابوها. ابوها كده اتصرف صح. ناقشونا في التعليقات بعد ما صلى على رسول الله، واشتركوا معنا على قناتنا المتواضعة، قناة الإعلامي أشرف فاروق، برنامج الحكاية وما فيها، حوادث وقضايا على اليوتيوب، وفعلوا الجرس دائما علشان يوصلكم كل جديد. من هنا الأب، في رأيكم اتصرف ايه؟ تصرف كويس ولا تصرف ايه؟ والبنت اتصرفت تصرف كويس ولا ايه لما راحت قالت لأبوها؟ وايه رأيكم في اللي عمل الولد؟ يعني ابتزها وعلاقة قاسمة، وزي ما يكون ضحك على عقل البنت، واخر ما اخر يقول لها الصور ومش الصور. يعني لولا ربنا فلها من البنت وراحت قالت لابوها، وابوها بلغ المباحث، والمباحث اهتموا بهذا الامر، كان بقى فضيحة للبنت وسبت الامتحان. وهنا احنا بندعو بقى الابهات والامهات يخلوا بالهم من بناتهم اوي اوي اوي. عندها تليفون محمول، في حاجة كده اسمها بتشفر، والكلام ده كليته المواقع، والكلام ده كليته المشبوهة من على جوجل، ويبقى حريص يراجع تليفون بنته أول بأول، والأم تصاحب بنتها. مفيش حاجة اسمها أصحاب بين البنات والصبيان في الثانوية العامة وغير الثانوية العامة ولا الكليات حتى، على حدود المعقول. لكن قالت البنت يا نار ياخدها ويستدرجها لشقته ويعمل معاها الغلط، ويقول ده أنا حافظ عليكي، ويكذب ويقول ده بنتي قالت لي كذا كذا، ابعد عن المنطقة كذا واعمل كذا، وكلام فاضي. هو كده اتحبس احتياطي لحين يعني يعني لحين استخراج تقرير الطب الشرعي هيثبت بقى ان البنت دي اتفضل شاء بكرتها ولا لا. حين يكون لكل ذي حديث حديث، والقانون والقضاء المصري الشامخ العادل يقول كلمته. لكن الحكاية نفسها غلط في غلط. لما ثانوية عامة يعني اعتبر أقل من الشباب في سن الصبيان والأطفال يعملوا كده مع بعض، يبقى أولى على الدنيا السلام. دمتم في أمان الله.